السلام عليكم. هنعمل النهارده اللي هي الجبنه الكوبايات اللي هي الكريمي. هعملها دي بالطريقه بتاعتي، ويا ريت تنول اعجابكم. يعني هنا انا دول 4 معالق كبار لبن بودر، ودول 4 جبنه مثلثات، 4 قطع جبنه مثلثات، ودول علبتين لبن زبادي، حط عليهم معلقتين كبار خل. والحاجات دي كلها، الجبنه دي انا هفتحها طبعا، هحطها في كله على بعضه، وهضرب في الخلاط الحاجات دي كلها، المكونات دي كلها. الزيت انا لسه ما حطيتوش الزيت، وانا بضرب هحط الزيت، عارفه يعني نقطه سرسوب ده، لان الزيت ده هو اللي هيربط معاكي الجبنه ويخليها كريمي، اللي هي زي اللي انت بتشتريها من بره. فالمقادير تاني: 4 معالق كبار لبن بودر، 4 جبنة مثلثات، علبتين زبادي، معلقتين كبار خل، والزيت حسب ما تربط معاكي كده. انا هفتح بقى الجبنة، هحط كل الحاجات دي كلها على بعضيها وهضربها في الخلاط وهوريها لك. ده شكلها بعد ما انا ما ضربتها في الخلاط. انا زودت عليها مكعب جبنه مثلثات تاني، لان الزبادي بتاعي اللي انا حطيته كان فيه نسبه ميه شويه، فبدل ما احط زيت كتير لا حطيت الجبنه دي اللي هي المثلثات عشان تربطه شويه. وده شكله اهو، بصوا اهو كده بقى. انا عندي بطرمان كان اللي هو بتاع الجبنه الكريمي دي، هفضيه فيها. عايزه اقولك الحاجات اللي هي بتاعت الجبنه الكريمي، انا ليه حطيت زيت؟ اولا انت لو حطيتي سمنه، طبعا احنا بنحطها في التلاجة، مش هنحطها بره. فانت لما بتيجي تحطيها في التلاجة وتطلعها تاني، لو انت حاطه سمنه، عارفه بتحسي وانت بتاكليها يعني حاجه بتلزق في سقف البق كده، يعني مش هتبقى مستحب قوي. انما الزيت بيبقى ليه، بصي ليه سمك، وبيبقى شكله يعني طعمه حتى بيبقى حلو كمان في الجبنه دي بالطريقه دي. هصب بقى في البطرمان ده وهوريلك. انا بعد ما حطيتها اهو في البطرمان زي ما قلت لكم، هعمل منها سندوتشات اهي. الجبنه دي طعمها بيكون جميل، وما تقدريش تفرقيها عن اللي هي الجاهزه، بل بالعكس انت عاملاها في بيتك اهو، يعني بحاجات اقول لك يعني يعني حاجات بسيطه خالص اللي انت عاملاها بيها، وانت عاملاها في بيتك وانت ضمناها اهي. طبعا الجبنه دي سعرها دلوقتي يعني خلاص عدى. ده كده شكلها النهائي، واتمنى ان الطريقه بتاعتي دي تكون بسيطه وتعجبكم. وشكرا قوي لدعمكم لقناتي بيت العيله، متشكره قوي.